السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا مامة مودي ودي قناتي مطبخ مامة مودي. ما تنسوش اللايك والشير لو عجبكم الفيديو، ولو اول مرة تشوفني اعمل اشتراك. الشتا بقى وريحة الخبيث في البيت، تعالوا نشوف هنعمل القرص الحلوة دي ازاي. معانا الاول كده نبتدي بسم الله الرحمن الرحيم. 3 كوبايات دقيق ونص، يعني مقدار نص كيلو دقيق تقريبا. تمام، هننخلهم كويس جدا. اهم حاجة في الدقيق ان احنا ننخله كويس، وده دقيق اي دقيق موجود في السوق اللي هو متعدد الاستخدامات. تمام، انا بجهز حاجتي الاول. وده كيس خميره فوريه، نص كوبايه سكر على حسب رغبتك في السكر، ربع كوبايه سكر. تمام، وذره ملح بسيطه كده. ونبدا نقلب المكونات الجافه دي كده مع بعضها. ونيجي بعد كده نضيف دي ربع كوبايه سمنه على زيت. عايزه تزودي تمام، دي ربع كوبايه سمنه على زيت للنص كيلو. تمام، للكيلو تاخد نص كوبايه سمنه، يعني ضعف الكميه. وابدا بقى اخلطها كده كويس، ادوب السمنه كده في الدقيق. انا حاولت اوصل السمنه لكل ذره دقيق، بتفرق على فكره. انا هقول لكم على حاجه كده واحنا في الفيديو، ان انا اكتشفت ان القرص دي عملتها بثلاث طرق الثلاث طرق زي بعض، بس حطيت ايه قبل ايه. خلينا بس في الوصفه دلوقتي. بعد كده ضفت كوبايه لبن دافي، لازم كوبايه اللبن تكون دافيه. تمام، ونبدا بقى نعجن كده كويس قوي. وضفت كمان نص كوبايه لبن تاني، هكتب لكم المقادير بالظبط في صندوق الوصف باذن الله. نبدا بقى نعجنها كويس قوي. شايفين بقت بتلزق. لما احتاجت لبن على حسب الدقيق زودي، يعني معاكي من كوبايه لكوبايتين لبن. عايزه تحطي نص الكميه لبن نص الكميه ميه براحتك. هتفضلي تعجني فيها كده لغايه ما تلم معاكي كويس زي ما انت شايفه كده. خلصت كلها من ايدي. وهنبدا بقى كده نلمها ونسيبها بقى تخمر. انا كنت بقول لكم ان انا اكتشفت ان انا وانا بعمل القرص دي عملتها ب3 مرات، بس حطيت حاجه قبل حاجه وادتني نتيجه مختلفه، كلهم طعمهم احلى من بعضهم. تمام كده العجينه خمرت معايا. هنبدا بقى احنا ايه نقرصها. هقسم العجينه كده، الاول هقسمها نصين واغطيها. هكور منها حتتين كده، وبعد كده اقسمها نصين واغطيها علشان ايه ما تنشفش مني او وشها ينشف. طبعا شتا نحب ريحه الخبيث في البيت، بجد بتفرق جامد. شتا ومدارس بقى ريحه الخبيث في البيت تحس كده بانتعاشه، يعني انا بحس باليوم بيبقى حلو جدا. هنبدا بقى نكورها كده زي ما انتم شايفين، نلمها كده على بعضها عشان ما تشققش، ونحطها كده ونركنها. ما تنسوش اللايك والشير لو عجبكم الفيديو، واللي اول مره بيشوفني بقى يعمل اشتراك. هنبدا نكورها زي ما انتم شايفين كده. شوفوا بقى، انا لما حطيت السمنه الاول فرقت، بقت مختلفه، يعني بقت طعمها تحفه، يعني كانت حلوه كده ودايبه، يعني كانت قريبه من القراقيش لا بس طريه. تمام، ولما عجنتها بطريقه تانية، اللي هي حطيت عجنتها باللبن والميه الاول بعد كده ضفت السمنه، طلعت لي نتيجه تانية خالص. طب احنا خلصنا كل الكميه كده، هنغطيها ونركنها ترتاح شويه بتاع 10 دقايق تقريبا. وتبداي بقى انتي ايه تشكليها براحتك. عايزه تحشيها بقى انتي حره، احنا بنحبها ساده طبعا، وجنب شاي بلبن بتبقى خطيره. انتي بقى عايزه ممكن تحشيها عجوه، ممكن تحشيها جبنه، زي ما تحبي الحشو اللي تحبيه. طبعا سلسله المخبوزات دي كبيره جدا، وطبعا الشتا طويل بقى ان شاء الله، ونعمل مع بعض كل المخبوزات. في حاجات حلوه قوي، بس انا بحب القرص دي، مش عايزه اقول لكم بعشقها، فانا بحب اعملها وقلت اشارككم معايا فيها. انا كنت مجهزه فيديو غير ده خالص والله العظيم، بس هنزله بعد ده بقى ان شاء الله. بس قلت الجو النهارده ساقعه كده، فمحتاج القرص بقى دي السخنه بقى كلنا نجربها. طبعا قرصتها زي ما انتم شايفين كده. الصاج دهنته دهنه زيت كده بسيطه، ومولعه الفرن على الرف اللي في النص درجه حراره 280. وبعد كده هديت شويه، طلعت بالمنظر الرهيب ده زي ما انتم شايفينها كده. طبعا اول ما تطلع من الفرن بنبخها ميه بالبخاخه كده، اي بخاخه عندك، وتروحي مغطيها بالفوطه 5 دقايق. وبعد كده تاخدي النتيجه الجباره دي، بجد تحفه هتعجبكم جدا. خبيث بقى مش عايزه اقول لكم، جربوها، جربوا طريقتي دي، وهنزل لكم طريقتي اللي انا مجرباها برضو قلت لكم عليها دلوقتي. ما تنسوش اللايك والشير.
يلا جربوها وقولوا رايكم. تحفه. يلا بقى، سلام عليكم.